لو محتار بين شاشة IPS أو VA فخليني أوفر عليك مجهود وفلوس كتير ممكن تضيعه، لأن كل واحد فيهم ليه استخدام، ولو اخترت غلط ممكن تندم. أول حاجة لازم تفهمها إن ال IPS أو ال VA مش جودة أحسن أو أسوأ، دي أنواع بانلز مختلفة وكل واحد ليه مميزات وعيوب. خلينا نبدأ بال VA. أهم ميزة فيه كونتراست عالي جدا، يعني اللون الأسود بيكون غامق وأقرب أكتر للحقيقة، وده بيخلي الصورة عميقة جدا في تفاصيل الألوان. عشان كده دايما ال VA ممتاز في الأفلام والمشاهد المظلمة. بس العيب زوايا الرؤية بتاعته ضعيفة، يعني لو بصيت من أي جنب من الجوانب هتحس إن الصورة متغيرة. نروح للاي بي اس. اهم ميزه فيه زوايا رؤيه ممتازه، الصوره بتفضل ثابته حتى لو بتتفرج من الجنب، وكمان الالوان بتكون دقيقه. بس العيب كونتراست او التباين بتاعه بيبقى ضعيف شويه، وده بيخلي الاسود اقرب للرمادي، وده اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده. طيب خلينا نختصرها. الفي اي بانل كونتراست عالي جدا، اسود حقيقي مناسب للافلام. الاي بي اس بانل زوايا رؤيه ممتازه، الوان ثابته، مناسب للمشاهده الجماعيه. طيب لو انا مكانك هختار ايه؟ لو بتتفرج لوحدك او مع اسره في غرفه صغيره وعايز افضل صوره يبقى الفي اي. لو بتتفرج مع ناس كتير او هتحط الشاشه في مكان كبير او واسع يبقى الاي بي اس عشان زوايا الرؤيه. قول لي نوع شاشتك ايه وانا اقول لك اخترت صح ولا غلط.